واحنا شفنا القص ده كده هتقول اللي واقف على اليمين ده النتاية واللي جنبه ده الدكر، والعكس صحيح. دي طبعا النتاية اللي هي الضخمة جدا دي، وده الدكر، رغم ان الدكر برضو مش قليل في الجسم، ولكن هنشوفهم ونفحصهم مع بعض ونشوف الاخطاء اللي ممكن برضو كلنا نقع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة. النهارده باذن الله هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن ازاي تعرف الدكر من النتاية، من خلال طبعا حاجات هنعملها دلوقتي مع بعض، او من خلال معلومات هنقولها. هنشوف برضو الزغاليل، برضو هنعرف الدكر من النتاية، نشوف طبعا الطرق اللي هي توصلك انك انت تعرف الدكر من النتاية من خلال الفيديو. على بركة الله بقى نبدأ الفيديو. نبدأ كده يا جماعة مثلا بقص زي ده كده. ده قص طبعا زغاليل لسه طبعا في عمر مثلا 45 يوم او حوالي 50 يوم. هنلاحظ طبعا ان الدكر اللي هو في وشنا ده اللي هو حركته بتبقى دايما سريعه اهي، وده طبعا في الدكوره يا جماعه دايما تبص تلاقي حركه الدكوره كتير باستمرار، ونظرا للحجم بتاعه برضو هتلاقي في فرق بينه وبين النتايه اللي هي ورا. لو رحنا بقى مثلا كده لزغاليل طبعا عمر اقل خالص زي دول كده مثلا، هنلاقي طبعا العمر اللي قدامنا ده كده يا جماعه اهو. لو حطينا الزغلولين كده حجم بتاع الدماغ زي ما احنا شايفين كده هنقدر نحدد الدكر من النتاية. طبعا ده كده النتاية، وده الدكر اللي هو دماغه عريضة شوية او حجمه بيبقى اكبر دايما من النتاية. يعني هنلاقي ده طبعا الدكر دايما هو برضو المشاكس. لو عملنا كده هنلاقي طبعا الدكر دايما هو اللي بيلاغي وهو المشاكس دايما في المكان بتاعنا. دي كلها الصفات اللي هي الصفات الظاهرية. يبقى كده يا جماعه شفنا عمرين من الزغاليل، العمر الكبير شويه اللي هو عمر 50 يوم او 45 يوم، وشفنا طبعا العمر الاقل اللي هو طبعا عمر لسه مدبس. قدرنا طبعا نفرق بين الدكر من النتايه. هنشوف بقى ان شاء الله كده ازاي انك انت تقدر تفحص النتايه من الدكر عملي ان شاء الله دلوقتي مع بعض. هنجيب مثلا كده مع بعض ان شاء الله الدكر اللي قدامنا ده كده اهو. لو مسكنا الدكر كده يا جماعه من خلال نظرتنا فيه كده هتلاقي طبعا الدماغ اللي هي الكبيره، دماغ الدكر دايما برضو كبيره زي ما احنا قلنا في اول فيديو، الرقبه العريضه، الصدر العريض. طبعا ده كله بيختلف عن النتايه، العكس بتاعه خلاص هو النتايه. هتلاقي طبعا النتايه صدرها اقل شويه في الوقفه بتاعتها، هتحس ان هي مدوره او الصدر بتاعها مدور، ولكن الدكر هتحس ان الصدر بتاعه عريض، او انت فعلا هتشوف الصدر بتاعه عريض. الرقبه هتلاقيها اعرض، هتلاقي الدماغ برضو اعرض. الجسم طبعا زي ما احنا اتفقنا هيكون اضخم شويه من النتايه، ولكن طبعا دي مش معلومه اساسيه. هتلاقي برضو بعض النوت جسمها فاير عن الذكوره كمان، هتلاقي دايما الذكر طويل نسبيا. دي كلها الحاجات اللي احنا ممكن من خلالها نقدر نطلع الذكر من النتايه. طبعا اول حاجه يا جماعه هتلاقي الذكر دايما رجله برضو عريضه شويه وخشن، او الرجل بتاعته دايما خشنه زي ما احنا شايفين كده عكس النتايه خالص. الحاجه الثالثه برضو هتلاقي الريش بتاعه كده، الريشات الاخرانيين دول يا جماعه كده هنمسكهم طبعا عشان الفرد ده لسه صغير، لسه دي الريشه اللي هي الصامه من اول الجزء الاخراني اللي هو التلت الاخراني ده كده. هتلاقي الريشه اللي هي دي كده هتلاقيها عريضه اهي. هتلاقي من هنا كده يا جماعه عرض الريشه في الجزء الاخراني، الثلاث ريشات الاخرانيين دول كده هتلاقيهم وراهم. الحاجه الرابعه برضو هتلاقي الكيرف بتاع الانف اللي هو ده كده يا جماعه اهو. ده هتلاقي الذكر ماشي باستقامه اهي كده يا جماعه، اللي هي بتاعت الانف دي تمام. عكس النتايه هتلاقيها برضو ليها كيرف، وهنشوف كل ده مع بعض ان شاء الله. العظمه دايما بتاعت الذكر عريضه عن النتايه، طبعا في خشانه شويه عن النتايه. هتلاقي طبعا دي خشنه عن النتايه وعريضه عن النتايه، العظم بتاعه اعرض من النتايه نسبيا يا جماعه. فتحه المشاخ العظمتين اللي هم دول كده هنلاقي طبعا الذكر دايما مقفولين شويه، طبعا بنسبه الصباع بتاعك ده كده اهو. برضو دي من خلال العظمتين دول هنعرف اذا كان ده ذكر او نتايه كده. دي طبعا الحاجات اللي هي ممكن تعرف من خلالها الذكر من النتايه. هنشوف برضو النتايه هنفحصها برضو مع بعض عشان كلنا نتعلم. هجيب بقى مثلا نتايه ثانيه غير النتايه دي، امسك الثلاث ريشات اللي احنا اتكلمنا عليهم اهو كده. طبعا دي نتايه كبيره هي مخلصه ريش وكل حاجه هتبقى واضحه شويه. هنلاقي برضو من اول الجزء الاخراني احنا قلنا الذكر عريض، لو بصينا كده هنلاقي الثلاث ريشات الاخرانيين طالعين برفع من فوق من عند الجزء اللي هو تلت الريش من فوق كده. هتلاقي طبعا طالع اهي كده برفع خالص.
هوريها لكم برضو، اقرب كده واحاول امسك النتايه عشان طبعا نشوفها كويس. اهي كده يا جماعه طالعه برفع زي ما احنا شايفين كده. لو جينا برضو مسكنا النتايه هنلاقي طبعا الحجم بتاع الرقبه زي ما اتفقنا مع بعض اقل من الذكر، والدماغ طبعا زي ما احنا شايفين اقل من الذكر. اهي هتلاقي العظم بتاعها اهو كده طبعا مسحوب ورفيع عن الذكر. الكيرف بقى اللي انا بتكلم عليه في النتايه هتشوفه من قريب خالص، هتلاقي الكيرف ماشي كده وجاي بانحناء بسيط جدا. هتلاحظوا بين الذكر والنتايه، لو مسكت ذكر ونتايه هتلاقي ان في الفتحه اللي قدام دي هتحس ان هي كبيره مديه على شكل كيرف. لو فحصنا النتايه برضو من ورا نظرا للنتايه بتبيض هتلاقي الشوكتين دول دايما واسعين، هتلاقيها اوسع طبعا من الذكر من خلال العظمتين اللي هم ورا. حجم النتايه طبعا اقل، الرجل بتاعتها برضو هتلاقيها اقل كمان نسبيا من الذكر، وهتلاقيها طبعا ناعمه شويه عن الذكر. طبعا الطول بتاعها بيبقى اقل من الذكر، الجسم فعلا بيبقى اقل من الذكر. دي الحاجات اللي احنا من خلالها ان احنا نقدر نفحص الذكر من النتايه. كل الحاجات دي طبعا يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا اجتهادات، ولكن طبعا كلنا ممكن نتلخبط بين الذكر والنتايه. طبعا احنا متفقين ان النتايه اقل من الذكر في الحجم، ولكن لما بيحصل طبعا ان الذكر هو اللي اقل في الحجم ممكن انك انت تتلخبط في الموضوع ده، وهنشوفه دلوقتي مع بعض عملي. مش كل الحمام تقدر تفرق بين الذكر والنتايه، في بعض الحمام ممكن يلخبطك، هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله. لو احنا شفنا القص ده كده هتقول اللي واقف على اليمين ده النتايه واللي جنبه ده الذكر، والعكس صحيح. دي طبعا النتايه اللي هي الضخمه جدا دي، وده الذكر، رغم ان الذكر برضو مش قليل في الجسم، ولكن هنشوفهم ونفحصهم مع بعض ونشوف الاخطاء اللي ممكن برضو كلنا نقع فيها. لو جبنا طبعا النتايه يا جماعه وبنتكلم طبعا من خلال طبعا كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، هنثبت بقى ان احنا بنتكلم صح ولا غلط ولا كلها اجتهادات. اهو يا جماعه دي النتايه، حجم كبير، رقبه عريضه، دماغ كبيره، يعني برضو الشوكتين هم واسعين. دي بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تعرفك ان دي نتايه. طبعا حجمها زي ما احنا شفنا كده في السلاكه اكبر من الذكر، طبعا العظم بتاعها كمان اكبر من الذكر، ولكن الكيرف اللي انا بقول لكم عليه موجود اهو، واضح قوي في النتايه دي اهي، واضحه كده يا جماعه الكيرف اهو تمام كده يا جماعه واضحه. هتلاقيها برضو مديه على شكل ان هي فاتحه، هي دي برضو ممكن تعرفك ان دي نتايه. الجسم بتاعها زي ما انا قلت اكبر من الذكر، الريش كمان عريض، ولكن طبعا الريش موصف، الريش طبعا هتلاقيه عريض، يبقى المعلومه دي برضو مش صحيحه 100%. اهي الريش اهو طبعا هتلاقيه برضو عريض، مفيش طبعا السحبه، يعني مش في كل النوت هتلاقي برضو الموضوع ده. الرقبه عريضه وكل حاجه. هنجيب بقى الذكر ونشوفه برضو مع بعض. الذكر اهو زي ما احنا شايفين برضو الذكر، يعني رغم ان هو اقل منها ولكن انا مش عارف برضو امسكه اهو. لو جينا بصينا لفتحة الانف اللي انا بتكلم عليها هنلاقيها طبعا لقدام على طول مباشرة، واخدة خط مستقيم. دي برضو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني اعرف اذا كان ده ذكر او نتاية، اللي هو فتحة الانف اهي الكيرف مش موجود خالص عكس النتاية اهي، ماشية باستقامة كده على العظمة. العظمة طبعا يعني بص هنا كده العظمة دي قريبة جدا من عظمة النتاية اللي احنا كانت معانا. الجسم طبعا اقل من النتاية، يعني اللي يشوف ده يقول عليه ده النتاية، واللي يشوف ده يقول عليه هو الذكر. ولكن طبعا برضو عندنا هنا كده هتلاقي الذكر ده برضو سبحان الله برضو موسع. بعض الذكور على فكرة في اللاحم بلاقيها برضو نفس الشوكتين دول كده موسعين، انا معرفش دي ازاي. بعض الذكوره برضو فحصتها كتير جدا لقيت نفس الحكايه دي، فدي طبعا معلومه مش اساسيه. الريش ده طبعا زي ما احنا شايفين اهو، ده الذكر طالع على رفع عكس النتايه برضو، يعني مواصفات الذكر هي مواصفات النتايه، ولكن الذكر من النتايه دي كلها زي ما احنا قلنا اجتهادات عشان تقدر انك انت تطلع الذكر من النتايه، ولكن ما بتبقاش بنسبه 100%. دي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه دعما لي ودعما للقناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.